ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد من يوميات ماما مطحونة. معلش النهاردة بقى الموضوع بتاعي هيبقى طويل شوية، الفيديو هيطول عليكم، معلش اعذروني. هو موضوع مهم حابة اتكلم فيه، فمش يعني عايزة اديله حقه يعني. صراحة عايزة اتكلم عن المسؤولية للست والراجل. هبدأ بالست الأول. حضرتك لما بتيجي تاخدي قرار انك تتجوزي، لازم تفكري كويس ان حضرتك هتبقي مسؤولة عن بيت وزوج، وبعد كده ان شاء الله تبقي مسؤولة عن اولاد. فلو حضرتك شايفة نفسك مش كفء ومش هتقدري على المسؤولية دي، ما تعمليهاش من الاول. ما تجيبيش ولاد وتعذبيهم معاكي او تبهدليهم معاكي لمجرد اصل انا لسه صغيرة ومش قد المسؤولية. مش قد المسؤولية من الاول، ما تعمليهاش. مش فرحانه باغنيه طلي بالابيض، وبعد ما تطلي بالابيض تيجي تخش لنا على ترند بوسي اللي هو يغور كل ده. لا، يبقى يغور بقى من الاول. حضرتك مش قد مسؤوليه البيت اللي حضرتك قررتي تفتحيه، تعمليهوش، تتجوزيش. خدتي قرار ومقتنعه انك هتتجوزي وتبني بيت، يبقى لازم تكوني قد المسؤوليه، تقدري تبقي سند لجوزك، ام لاولادك، ام كويسه. مش كل حاجة بس انا المسؤولية دي طلعت تقيلة عليا. ده اختيارك من الاول، فلازم تكوني قده. مش قده ما تاخديهوش. اول بقى ما تلاقي نفسك خلاص مش قادرة تحمل مسؤولية، فتقرري ان انت تنطي من المركب وتقولي خلاص انا مش عايزة اكمل، فيا تطلبي الطلاق يا تروحي ترفعي قضية خلع. ليه؟ علشان انت مش قادرة تتحملي المسؤولية. هو في حالات طلاق وحالات خلع بس باسباب قهرية، يعني بأسباب بجد. لكن اللي بقى بيحصل دلوقتي نسب الطلاق زادت قوي. يا اما راجل مش قادر يتحمل مسؤولية بيت، يا اما واحدة ست شايفة نفسها ان المسؤولية بقت عبء عليها. جبتي عيال تبهدليهم ليه؟ بهدلتي عيالك ليه؟ لا، وفي بقى بعض الامهات ودول قليلين الصراحة اللي تقول له خد عيالك كمان، انا مش عايزاهم، انا مش هقدر اربي. حلو، مش قدها، جبتي عيال تبهدليها ليه؟ مش قد المسؤولية ما تعمليهاش، ما تاخديهاش. مش تيجي تقرفونا احنا بقى مشاكل بقى تتقال على النت، ولا نطلع بقى في التلفزيون وفضايح، وانتوا ناسين ان في اصلا اطفال بتشوف كل ده، بتأذوهم نفسيا. على فكرة انتوا بتضروا ولادكم. نيجي بقى للرجالة. حضرتك بتروح تاخد واحدة من بيت ابوها علشان تبنوا حياة مع بعض، مش عشان تدمرها نفسيا او علشان تأذيها نفسيا. مش حضرتك شايف نفسك مش راجل وقد المسؤولية، ما تبهدلش بنات الناس معاك. في ناس بتتجوز واهاليها هي اللي لسه بتصرف عليهم، فما بيتحملش المسؤولية، فبيكمل على كده، يخلف عيل في التاني وبابا هو اللي بيصرف على البيت. طب لو بابا ده مش موجود، هو كمان مش موجود، يخلع بقى. ليه؟ لانه مش قادر يتحمل مسؤوليه، ما تعودش على المسؤوليه اصلا. ذنب بنت الناس معاك ايه وذنب ولادك ايه؟ يعني احنا ذنبنا ايه ان حضرتك تبقى مش راجل؟ ملناش ذنب. طيب، في رجاله بتلاقي مثلا زوجتك بتساعدك وبتشيل معاكي الحمل وكتفها في كتفك، فبيبدأ هو يرمي العبء عليها اكتر ويخليها هي تتحمل اكتر، وتبقى هي بقى المسؤولة عن البيت. وهو بيسحب نفسه واحدة واحدة كده، لان هو اصلا مش قد المسؤولية، هو مش قادر يتحمل مسؤولية نفسه. يعني حتى زوجته نفسها بتبقى هي اللي بتبقى مسؤولة عنه، زيه زي عيالها بالظبط. وما بيقدرش يتحمل مسؤولية عياله. ولما بيتحط في موقف لا انت اللي هتتحمل المسؤولية وانا خلاص مش قادرة، هنا بقى بيقرر ان هو مش قادر اكمل، انا كده مش قادر اكمل، يا ريتنا ننفصل بهدوء، انا مش قادر اتفاهم معاكي. لا، هو وقتها انت مش بتبقى مش قادر تعيش معاها، انت بتبقى بتتلكك علشان ما تتحملش مسؤولية بيتك وعيالك. يعني انت لما بتقرر تبعد وتعيش بقى كده مع نفسك اللي هو سنجل فاذر، ده علشان حضرتك مش قادر تتحمل المسؤولية بس، مش اكتر. بتبقى شايف ان ولادك عبء عليك مع الاسف.
خلاص انا مش قادره اكمل، انا هسيب. فلما بتسيب ما بتبقاش عارف ان حتى وانت سايب وراك ولاد لازم تتحمل مسؤوليتهم. انت طلقت مراتك بس ما طلقتش عيالك. هنا بصراحه الموضوع بيبقى مغلوط على بعض الناس. انت لما بتنفصل عن زوجتك ما بتنفصلش عن ولادك بيفضلوا هم ولادك. لكن ليه بتقول انك لما بتسيب بقى مراتك خلاص عيالك دول ملهمش دعوه بيهم؟ وبعدين اللي هو طب في مصاريف مدارس، مصاريف دروس، مصاريف عيشه بتزيد، انا ماليش دعوه، انا ما اقدرش. ليه؟ لانك اصلا مش قد المسؤوليه. انت اصلا مش قادر تتحمل مسؤوليه نفسك عشان تتحمل مسؤوليه عيالك. السؤال هنا بقى، ولادك دول بقى هم ما اختاروش ان انت تكون ابوه، انت اخترت انك تتجوز امهم وتعمل بيت وتخلف، كله طبعا باذن الله، بس انت عملت ده، ذنبهم هم ايه؟ الولاد دولت على فكرة بيبقى يعني ذنبهم في رقبتك. اي تأثير من ناحيتهم بتبقى انت السبب فيه. الولاد دولت بيتأذوا نفسيا على فكرة، بيتعرضوا لعنف نفسي بسبب ان حضرتك بتعنف في والدتهم وبتعنفهم هم كمان لذنب هم مالهمش علاقة بيه. الذنب بيبقى ذنبك انت. اسهل طريقة لعدم تحمل المسؤولية هي الهروب. فحضرتك اللي بتعمله انك بتهرب من المسؤولية بالانفصال، فبتفكر نفسك انك انفصلت عن ولادك. ممكن تقعد بالشهور ما بتشوفهمش لمجرد انك مش عايزهم يطلبوا حاجة، مع ان حتى لو ما شفتهمش هم من حقهم عليك انك تراعيهم. يعني لحد امتى هنفضل بالوضع ده؟ ذنب اي طفل ايه في عدم مسؤولية ابوه؟ ملوش ذنب على فكرة. بتتجوز وتخلف وترمي عيالك لطليقتك، طب يعني ايه؟ خلاص خلصت كده يعني؟ خلفت وخلاص ما ملكش دعوة؟ ولد عيل، بنت عيت، عندهم مدارس، عندهم دروس، ملكش دعوة؟ ما يخصكش؟ الام تشيل، ولما الام تمنعهم عنك تيجي تقول حرماني من ولادي. طب وانت فين؟ انت دورك كأب راح فين؟ انت عايز ولادك عشان ايه؟ تشوفهم ساعة ساعتين مثلا؟ ده دورك؟ بتستنى محكمة الأسرة تحكم بنفقة للأطفال تروح ترميها؟ طب وليه أصلا تستنى محكمة أسرة؟ ما تصرف انت على ولادك من غير محاكم. ليه تسيب دايما ان المحكمة اللي تحكم؟ ليه ما تطلعش انت راجل يعني ولو لمرة وتقول اهي المصاريف دي للولاد، انا لو عايش معاهم اكيد هصرف عليهم اكتر من كده. اوقات بقى النفقة دي ما بتكفيش حاجة اصلا في ظل الغلا والظروف اللي احنا فيها. تيجي تقول لا والله دي المحكمة اللي حكمت. انت ليه تستنى محكمة؟ ما تشوف انت هي نسبة وتناسب. شوف العيشة دلوقتي عاملة ازاي، ليه تستنى محكمة؟ ليه تبهدلها اصلا في المحكمة او تبهدل ولادك في المحكمة؟ ليه مستني حكم المحكمة اللي يقولك اصرف على ولادك ايه؟ لا، ومش بس كده، ده في رجالة كمان بتجيب اوراق تثبت فيها انه عندهم حاجات تانية فبالتالي يقللوا النفقة. انت بتقلل من مصاريف ولادك؟ يعني انت بتحسبها ازاي؟ هي دماغك متركبة ازاي؟ وتفكر ان دولت ولادك ولا هم ولادك بس على شهادة الميلاد، يعني شايلين اسمك بس. هو ده بس كل اللي انت تقدر تعمله، ان هو المحكمة حكمت ايه انا هدفع للمحكمة تقول. يعجز اللسان الصراحة عن الرد على الكائنات دي حقيقة يعني. وفي رجالة تانية الصراحة بتبقى بتقرر تسافر برا تقول عشان اقدر اعيش ولادي في مستوى احسن. هما بيفكروا من الجانب المادي صح جدا يعني، ولكن الولاد نفسهم ما بيبقوا محتاجينك اكتر من الفلوس. يعني احسب كده ايه الفايدة اللي هتعود عليهم وايه الخسائر اللي هتعود عليهم. طول ما الولاد بيبقوا لسه صغيرين اطفال ماشي،
مامتهم بتشيلهم، يبقى ايه لسه همهم ما كبرش زي ما بيقولوا. طب لما بيكبروا بقى وهمهم بيزيد ومشاكلهم بتزيد، بيبقوا محتاجين الأب، وخصوصا الصبيان، يعني الولاد عموما في تربيتهم بيبقوا محتاجين الأب. البنات بيبقوا محتاجين الأم أكتر، لأن الولد كل ما بيكبر بيبقى شايف إن هو خلاص أنا كده كبرت وبقيت راجل، فالأب بيعرف يسيطر عليه أكتر، يعني عكس الأم تمام. ففي الحالة دي بقى حضرتك بتبقى رامي كل الحمل على زوجتك، بحكم انك بتوفر لهم عيشة كويسة. طب ما يمكن ولادك محتاجينك انت اكتر من الفلوس، خصوصا في سن معين، في سن حرج. برضو دي انا ساعات بشوفها انه لا، في ولاد نفسيا بيتأثروا بالموضوع ده، وبيجي عليهم بالسلب عدم وجود الأب، بيعمل فراغ كبير جدا سواء عند الولد والبنت، بيفقدوا الحنية. في ناس هتقول طب ما في ولاد أبهاتها متوفية، تمام، بس ده بقى أب مش موجود، لكن أب بوظيفة بنك، يعني مجرد بس فلوسه بس، لأ، طب ما موجود، حسسهم بالحب. وعلى فكرة حتى الطفل اللي والده بيبقى متوفي بيحس برضو بنفس الفراغ ده، بيبقى عنده دايما حتة ناقصة كده جواه، اللي هو انا محتاج ابويا. والبنت برضو، يعني عموما فقدان الاب بشكل عام بقى، سواء ان هو مسافر بعيد، سواء ان هو منفصل وبعيد، سواء توفاه الله، النفسية واحدة، الأذى اللي الولاد بتعرض له واحد. بس على الأقل اللي ربنا يعني أراد إن هو يروح له توفاه الله، دي حاجة بتاعت ربنا، دي إرادته، فما نقدرش نعترض عليها. لكن حضرتك عايش، قوم بدورك كأب، مش بس مصاريف وفلوس. يعني في أبهات، في رجالة لما بينفصلوا ما بيصرفوش، وفي رجاله لما بتنفصل بتصرف، وفي رجاله متزوجه وبتسافر بره علشان تصرف على اولادها. ففي الحالتين مفيش اب، الاب مش موجود. ما هو الاب مش مصاريف بس ولا فلوس بس، الاب ده حاجات كتيره قوي قوي، وبيبقى الامان كمان لولاده، الظهر والسند ليهم. الام ليها دور كبير جدا، بس الاب دوره اكبر. الام شايله مسؤوليه الولاد ومذاكرتهم وصحتهم واكلهم وشربهم وانها تصاحبهم، بس الاب لازم يكون موجود. اذا حضرتك لسه على قيد الحياه، متحرمش ولادك منك واديهم حقهم فيك. قررت تسافر، فانت هربت برضو من مسؤوليتهم، على فكره، على تحت بند انا بحاول اوفر لكم عيشه كويسه. ممكن يكون عندهم مشاكل، فلما ما الام تيجي تحكيها لك انت مش قادر تتقبلها. ليه؟ انا مش فاضي، هو انا مسافر متغرب، هتقعدوا تشيلوني الهم؟ ما انا بعمل كل ده عشان اوفر لكم عيشه كويسه. هما محتاجينك بقى انت، هنا بقى هما محتاجين حضرتك، مش محتاجين الفلوس. انا عارفه ان الموضوع ده في ناس هتتفق مع كلامي او رايي، وفي ناس هتختلف عليه، ده عادي. ما هو الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وكل واحد بيبقى ليه وجهة نظر، وكل واحد بيبقى ليه رأيه الشخصي ورؤيته للحياة. في ناس تقولك لا، ما هيعمل ايه، ما هو بيشقى ويتعب عشان عيله، ديكي شايفة الدنيا غلا. وفي ناس تقولك لا، انا عندي اعيش بالقليل، بس المهم ولادي يتربوا كويس وما ما ينحرفوش مني او يتأثروا نفسيا مني، والكلام ده كله. كل واحد ليه تفكيره، كل واحد أدرى بعيشته وبحياته. لكن خلاصة الكلام إن المسؤولية متوزعة على الشخصين، الأب والأم. مفيش حد بيشيلها لوحده إلا لو اضطر، يعني إلا لو واحد زوجته توفاها الله وقرر يربي ولاده ويعيش ليهم، ولو الست زوجها توفاه الله وبرضه قررت تعيش لولادها وتربيها. في الحالة دي المسؤولية بتبقى على شخص واحد.
لانه مش بايده الاختيار، هو اتحط فيه. انما في حالة الانفصال او السفر لا، المسؤولية بتقع على الشخصين، الاب والام، انتوا الاتنين، الولاد مسؤوليتكم انتوا. لو حضرتك شايفة نفسك مش قد المسؤولية، وشايفة انك لسه صغيرة بقى ودلوعة والكلام ده كله، وانك مش قادرة تتحملي مسؤولية بيت وزوج وولاد، اقعدي في بيت بابا معززة مكرمة، ما تاخديش ابن الناس معاكي تبهدليه. وحضرتك برضو لو شايف نفسك انك مش قد المسؤولية، ما تاخدش بنت الناس تبهدلها معاك. قررت تتجوز، اتحمل المسؤولية، اعرف انك واخد واحدة بنت ناس تصونها، ربنا رزقك بأولاد تصونهم وتحافظ عليهم. مش قد المسؤولية ما تعملهاش، وتقعدوش تجيبوا في عيل في التاني في التالت في الرابع وهكذا وهكذا وهكذا، وانتوا اصلا مش هتتحملوا المسؤولية دي، وكل واحد بيرمي عبء الولاد على التاني. الولاد امانة في ايدين الاب والام، في ايدينا احنا الاتنين، مش في ايد حد لوحده. لازم نحافظ على اولادنا ولازم نحتويهم، ودولت بيبقوا اهم حاجة في حياتنا. احنا طول ما احنا لسه مش متجوزين، بيبقى لسه ما عندناش اهتمامات غير بنفسنا. مجرد ما تقرروا ان انتوا خلاص هتفتحوا بيت وتبنوا اسرة، يبقى اعرفوا كده ان المسؤولية منقسمة على شخصين، ولازم الشخصين يشيلوا بعض. بلاش حضرتك تبقي مضحية وتقولي انا واقفة جنبه وبشيله وبسنده، لا في الاخر بيتقلك انا ما طلبتش منك تضحي علشان. وحضرتك برضو انت كمان ما تقعدش تقول ايه انا بعمل كل ده علشانكم، لا، هو واجب عليك، انت رب الاسرة، انت المسؤول. يا رب كلامي ما يزعلش حد، والموضوع بتاعي يعني يكون عجبكم، واكون قدرت اوصله بشكل بسيط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعليقات حلوة كتير. اشوفكم في يوم جديد من يوميات ماما مطحونة.